السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم لي دون بريستيج. الحلوى هذه تجمع بين القرمشة والبنة وذوق الشوكولا، وصفة من اروع ما يكون ومن اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها في هذا العيد. بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. في هذا البول عندي مقدار 250 غرام تاع المارغرين. من المستحسن تكون طرية هكا باه تعاونكم مليح في الخدمة وتعطيكم نتيجة مليحة. حطيت عليها 4 كاس نتاع الزيت، ما يعادل تقريبا 4 مغارف كبار. زدت حطيت هنا كاس الا ربع تاع السكر الناعم، وراح نبدا نخلط المكونات كلها مع بعض. هنا نسيت لافاني، راح نضيف مغرفه صغيره تاع لافاني تكون معمره مليح، ونبدا نخلط المكونات مع بعض مده دقيقه ولا اقل شويه. المهم حتى نتحصل على خليط يكون كريمي، ونتحصل ثاني على خليط يكون متجانس مليح. في الحلويات دائما نحاول نخلطوا هذيك المارغرين مليح مع السكر باه تعطيكم نتيجه مليحه، خاصه في الصابلي. وبعد ما تحصلنا على هذا الخليط راح نضيف هنا 2 حبات نتاع البيض. حطيت الحبة الأولى خلطتها شوية، وراح نزيد نضيف الحبة الثانية، ونكمل نخلط مليح هذا البيض جيدا بهذا الطريقة. هنا شوفوا يا البنات، انا الصابلي درته بذوق الفانيليا، وانتم الذوق اللي تحبوه ديروه سواء بالكاكاو ولا تضيفوا شوكولا طاختيني ولا حتى المكسرات. المهم انا درت اليوم بلا فاني، وانتم كيما تحبوا يا البنات. هنايا بعد ما خلطت المكونات كلها مع بعض مليح، حبيت نحط في الفرينه. حطيت 3 كيسان تاع الفرينه، وهنا شوفوا الخميره راني ما درتش بزاف، ولا من المستحسن ما ديروهاش. انا درت 4 مغرفه صغيره فوالا بهذه الطريقه. ونبدا نلم العجينه تاعي. العجينه تاع الصابلي دائما نقولكم تكون طريه وما تجيش يابسه بزاف هكا، باه ما يتغيرش الشكل تاعها في الفرن بعد ما طيب لكم. المهم كميه الفرينه اللي درتها كامل تقريبا 4 كيسان، على حسب الفرينه راح تدي لكم من 3 كيسان ونص حتى ل4 كيسان تماما. هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي تحصلنا على عجينه طريه. حطيت شويه فرينه كما راكم تشاهدوا، وراح نحل العجينه تاعي ولا الصابلي بسمك يكون رقيق شويه. راح نجيب هذا الطابع على شكل دائره، وراح نطبع الحلوى تاعي بهذا الطريقه. ومن قبل راني شعلت الفرن على 170 درجه. نحط الصابلي تاعي في السنيوه وندخلو للفرن يطيب. راح نطيبه برك من تحت، ما راحش نحمرو من فوق. فوالا نحطوه يطيب. بعد ما يطيب الصابلي تاعنا راح نحوه ونخلوه جانبا حتى يبرد تماما. نروحو هنايا نوجدوا الحشو اللي راح نديروه في هذوك القبات. عندي هنا 3 مغارف يكونوا كبار تاع الفيتين، عندي 3 مغارف كبار نتاع البسكوي يكون مطحون اي نوعيه ولا اي ذوق تحبوه، وعندي 3 مغارف كبار تاع المكسرات. من المستحسن ديروا لوز وجوز ولا لوز وكاوكاو، ولا ما كانش خلاص ممكن ديروا الكاوكاو، ما كاين حتى مشكل. هو ثاني حقيقه يعطي ذوق بزاف هايل. هنايا راح نلم الحشو تاعي بشوكولا شوكولاته الطلي. الحشو لازم يكون طري وما يكونش يابس بزاف، باه كي تاكلوا هذاك الحشو كي تقعدوا تاكلوا فيه تحسوا انه طري، ما يجيش يابس بزاف ناشف. فوالا هنا زدت كميه قليله تاع الشوكولا ولميت الحشو بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا. راهو باين باللي طري، في الفيديو راه باين. نجيب هنايا هاد المول تاعي دوميسفا، وراح نعمر نص نتاع النص، ندير النص كما راكم تشاهدوا، ندير النص في الحشو عفوا بهذه الطريقه. هنايا باه نسقم الحشو كنت درت شويه زيت في صباطيه، وهكا بقيت نضغط باه ندير شويه حفره صغيره في الوسط. الحفره ما تهبطوش حتى لتحت خلاص حتى يبان لكم المول. ديروا حفره خفيفه هكا بهذه الطريقه نسقموه مليح. وراح نجيب هنايا الكراميل. نتوما حشيو الحلوى تاعكم كيما تحبوا. انا درت الكراميل، ممكن ديروا كابريز، ممكن شوكولا بذوق البوينو كيما تحبوا، ولا حتى البخاليني. هنايا راح نغلق على الحشو بهذه الطريقه، باه ما يتلصق لكمش الشوكولا. راني قلت لكم ديروا شويه زيت، ما تكثروش، غير شويه زيت في يديكم
وغلقوا على الحشو تاعكم هكا بهذه الطريقه يا البنات. المهم كلش راه واضح وباين في الفيديو، يعني جميع الخطوات راهي واضحه. المهم بعد ما نكمل هنايا البنات راح نحط المول تاعي في المجمد في الكونجيلاتور. لازم تخلوه حتى يجمد تماما تماما، يعني باه تقدروا تقلاصيوه وتقدروا يعني تكملوا تزينوا الحلوى تاعكم نورمال. اما هنا باه نلصق الصابلي تاعي، انا حقيقه خدمت الكاناش باه يعني نخدم به وصفه اخرى، وكان بقالي ملا قلت علاش نخليه يضيع، لصقت به الحبيبات نتاع الصابلي. دوك هنا كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديروا كريمه الزبده، تحبوا ديروا الكراميل تلصقوه بشوكولاته تختيني، كيما تحبوا يا البنات، يعني لصقوا الصابلي تاعكم بالشي اللي تحبوه. ما كان حتى مشكل وما عندي يعني حتى هنايا حاجه ضروريه لازم ديروها ولا. المهم ديروا الشيء اللي يساعدكم والشيء اللي تحبوه. توجو نقول لكم سهلوا على رواحكم، انا قلت لكم خدمت به وصفه اخرى وبقالي يعني ولصقت به الصابلي، هذا ما كان. والوصفه تاع الغاناش راني شاركتها معكم شحال من مره، دوك نخلي لكم الرابط في الديسكريبشن. المهم بعد ما كملت لصقت الصابلي تاعي بهذه الطريقه، هنايا نروح نجيب الحشو اللي كنت حطيته في المجمد باه يجمد مليح. لازم تحطوه حتى يجمد تماما يا البنات، وتقدروا تديموليوه بهذه الطريقه. هنا جبت كميه من الشوكولاته بالحليب، عندي 300 غرام من الشوكولا بالحليب، ذوبتها على حمام مائي. بعد ما ذابت ضفت لها 2 مغارف كبار نتاع الزيت، وراح نبدا نقلاصي بها الحلوى تاعي بهذه الطريقه. اما نوعيه الشوكولا اللي نستعملها دائما سواء يعني اللي بالحليب، شوكولا بالحليب ولا شوكولاته البيضاء، دائما نستعمل شوكولا دادا. بنفس الطريقه هنا راح نكمل نقلاصي الحلوى تاعي كما راكم تشاهدوا بهذا الشكل. وبعد ما نكمل راح نخليها يعني حتى تنشف تماما، من بعدها راح نبدا نزينها بخطوط من الشوكولا. هذا ما كان. هنا بعد ما نشفت لي والشوكولا اللي كتبقات لي يعني من الكلاصاج درتها في هاد لابوش، وراني يعني نخدم هاد الخطوط بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا. وفوالا هنايا هذا هو الشكل النهائي لحلوة لي دوم اليوم. صراحه جات تحفه شكلا ومذاقا، يعني شوفوا الشكل تاعها بزاف بريستيج وباهي. حقيقة هذه الحلوى وكان تخدموها راح تبهي لكم وتزين لكم طاولة العيد إن شاء الله. ربي بلغنا ويقدرنا نكملوا رمضان بالصحة والهنا إن شاء الله، وربي يتقبل منا يا رب العالمين. الحلوى هذه غالبة عليها بزاف القرمشة، تجي من أروع ما يكون. هنا شوفوا الحبة بعد ما قسمتها لكم، صراحة تحفة يا البنات، ومن أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. كانت هذه الوصفة اللي حبيت نشاركها معكم اليوم، نتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها، وإذا عجبتكم نتمنى تشاركوها مع أصدقائكم وأحبابكم للاستفادة. ما تبخلونيش من جمل الوصفة ومن تعليقاتكم الرائعة. نخليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.